شايفين المنظر جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من فيديوهات قناتي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة وصفة جديدة سهلة، طبعا كلنا بنعملها وكلنا شاطرين فيها. تنفع في فطار، تنفع في غدا، تنفع في عشاء. الصراحة انا فكرت فيها دلوقتي، قلت اي حاجة نقضي بيها العشاء النهاردة. طبعا الطبق يعني المكون الرئيسي ليها هو البتنجان. جبت بتنجانة قطعتها صوابع، وهنزل عليها بملح عشان اخليها تصفي المية بتاعتها. هنعمل النهاردة طبق مسقعة، طبعا كلنا ايه عرفنا. هسيبها بس 5 دقايق او 10 دقايق يصفي المية بتاعته، وبعد كده هقليه وهقلي الفلفل طبعا. حاطه فلفل حامي مع فلفل بارد اللي هو الرومي ده. وهبدأ ايه يعني هقلي الفلفل على بال ما البتنجان ينزل ميته. الزيت بقي سخن، نزلت عليه الفلفل. الفلفل خلاص اهو يعتبر اتقلى. طلعه من الطاسه، وهنزل بعد الفلفل هنزل بالبتنجان اللي صفى ميته. وهنا اهو صفيت الميه بتاعت البتنجان، وهنزل كده عليه بمعلقه نشا او معلقتين، وغلف البتنجان بيه. بعد طبعا ما رفعت الفلفل من الطاسه، هنزل بصوابع البتنجان كده، ياخد لون، وهرفعه تاني من الطاسه. قلبته على الناحيه التانية، هياخد لون برضو، وهطلعه وهنزل بقيه البتنجان، هحمره الكميه كلها، وبعد كده نرجع للطاسه تاني. في نفس الطاسه هننزل بمعلقه حلوه كده ثوم، وهننزل عليها بالكزبره والملح والكمون. اهي الريحه طبعا هتشميها، ريحه الثوم هتطلع كده. مجرد ما تطلع ريحه الثوم، هتنزلي بمعلقتين 3 خل، وهتنزلي ب3 حبات طماطم متقطعه مكعبات، وهتسيبيهم يتسبكوا 5 دقايق. يتسبكوا كده مع بعض. ممكن على فكرة لو حابة الطماطم تبقى مفرومة فيها، يعني بهرسة البطاطس، تضغطي عليها بهرسة البطاطس هتلاقيها. هنزل بالطبق اللي فيه البتنجان المقلي والفلفل المقلي. انا مش مكتره ملح طبعا، ان انا رشه في البتنجان نرش عليه ملح اهو. هقلبهم في بعض كده، وهسيبهم دقيقتين 3 على النار مع بعض، وهعصر
ليمونتين كده حلوين هعصرهم عليهم. هنا بنزل عليها بالليمون، يعني هغرقها ليمون. عصير ليمونتين بحلو. هنقلبها كده وخلاص. هي خدت حوالي دقيقتين 3 كده مع بعض. شكلها بسم الله ما شاء الله، شكلها جميل قوي، شهية كده. وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون عجبكم وكان خفيف وسهل وبسيط. اكلات اقتصادية سهلة وسريعة التحضير. ما تنسوش الاشتراك واللايك الحلو منكم وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي.